راه حنا ما عرف شنو نديرو، ما نوصلوش للخبث والحقارة اللي دارها النظام الجزائري مع 40 ألف مغربي، وشهد شاهد من أهلها. أنا ابن الغرب الجزائري، وأذكر وكم أندم على نفسي وأخجل عندما فتحنا أعيننا وبيوم العيد الفطر، عيد الأضحى، وأنا أسكن هنا في الغرب الجزائري في ولاية بين تلمسان وبالعباس. إخواننا الذين درسوا معنا ولعبنا معهم والصيبة قضيناه مع بعض، تشوف يعني قرار أهوج. صلينا الصبح فإذا بسيارات الجيش وسيارات الدرك الوطني تدق الأبواب على الجزائريين. هذا بالنسبة لنا جزائريين. على المغاربة أنت اللي عشت هناك. بعدين احنا عرفنا هذو أنه مغاربة، ما عمرنا ما كنا نعرف أن هذو مغاربة. البشير والدرويش وقويدر وعمي المعراج، يعني تخيل انت الصدمة النفسية لحد الآن مش قادر نستيقظ منها. ونزيدكم من الشعر بيت، دخلوا وسكنوا في ديورهم عادي بحال اللي حتى شي حاجة ما طرات. اقسم بالله غير بمجرد ما دخلنا الشقة هذيك شعرت بإحساس غريب، لأن إحساسي هذيك الهندسة ماشي تاعنا. كي كملوا قلت له سير سقي، قلت له هكذا لأنه صديق، قلت له شحال بنيت دارك هذه؟ قال لي ما بنيتهاش. قلت له شحال كريتها؟ ما كريتهاش. شحال شريتها؟ ما شريتهاش. كيفاش تسكن هنا؟ ما بنيت ما شريت ما كريت. قال لي كيفاش الشيخ؟ كيفاش يا اخي تعرف الشيخ هو اللي خلاني، بابا يعني الله يرحمه. قلت له باباك شحال شراه؟ ما شراه. شحال بناه؟ ما بناش. شحال كراه؟ ما كراه. كيفاش وصلت ولا؟ قال لي راح ترك ولا؟ قال لي كي راحوا هذوك حنا كيما الجزائريين جينا فتحنا الباب وسكننا. قلت له قال لي كي راحوا هذوك حنا كيما الجزائريين جينا فتحنا الباب وسكننا. قلت له يا سير سقي إن القرآن قد نزل فيك وفي أبيك.